مساء الخير. معك لبنى عبيدار، ممثلة مغربية مبتدئة. الحسوسية كيف كنفتخر دائما بانتمائي للأمازيغ. مشكلتي مع سعيد النصيري بما يخص قضية التحرش، وهو ماشي قضيتي بوحدي، هي قضية المجتمع كله، قضية المرأة المغربية. كنت فقط أنا وحدة من البنات اللي تشجعوا باش يفضحوا الحقيقة. يعني قضية التحرش والاستفزاز للممثلات على قبل الأدوار وعلى قبل الوصول إلى القاعات السينمائية في المغرب عندنا فيه مشاكل كثيرة. وأنا كنت أول وحدة تشجعت باش نهضر، و جو سوي سيغ ما غاديش نكون أنا الأخرى، لأنه مادام تشجعت أنا وتخدا ليا حقي غينوضوا بزاف ديال الناس غيهضروا في نفس القضية. واليوم كنشوف بان قضيه التحرش ما بين سعيد النصيري ما بقاتش قضيه ديال الفنان، ولات قضيه ديال المجتمع كامل، لانه قضيه التحرش ما عندناش في الفن فقط، عندنا في جميع الميادين. والمراه المغربيه لا زالت تعيش في مجتمع ذكوري محض اللي كيشوف بان المراه هي وسيله فقط. لهذا انا ما غنسكتش وما غاديش نتنازل على حقي. كنتمنى ان الا كنشوف انه الا تربى واحد غادي يعطي العبره لبزاف ديال الاخرين. بالنسبه للشكايه انا كنتواجد اليوم مع الاخوات، كنشوفوا شنو غنديروا، كيفاش حيت القضيه ما فيهاش تحرش فقط، فيها استغلال، فيها استفزاز وسي، فيها ما خدتش الحقوق ديالي على الفيلم، تحرمت من الكونطرا ديالي. يعني المشكل اكبر من قضيه وحده.